سيدي عندي سؤالين بالله زحمة. نعم. سيد أنا حاليا أشتغل، يعني عامل أشتغل وعندي راتب مال رعاية. بلي. يعني أشتغل باليومية بس لكن عندي راتب مال رعاية. بلي. ونفس الوقت عندي بنيان، يعني تقريبا عندي بناء بيت بالاربع سنين صار له حساب فيه حاليا ما بكمل. فاقول يحق لي هذا راتب مال رعايه او لا؟ والسؤال الثاني يعني هذا وضع يعني هم يعني زكاه، يعني واجب علي زكاه لازم؟ زكاة الفطرة؟ عندي رعايه يعني. زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة اي والله. حبيبي كاظم بخدمتك. رحم الله والديك سيد، مشكور. جاي تشوفون اخواني كاظم هذا وامثال كاظم، رجال فقير الله، لا عنده شيء ولا عنده شغله وعماله، عنده راتب رعايه. سامعين راتب الرعايه؟ بس ما ادري قالوا زودوه ما اعرف، فشي مولانا 150,000 دينار، 150,000 دينار ما ادري بالشهر. على اي حال مع ذلك يقول انا يحق لي أن أخذ راتب رعاية وجاء ابني بيت صار لي 4 سنوات وأنا عمالة. شايفين هيك ناس يفكرون أنه هاي اللقمة اللي جاي تجيهم هاي لقمة حرام حلال. جاء شوفوهم، يعني جاء أشوف والحمد لله هم مو قلة. وهم نشوف البعض اللي يأكلون مليارات يأكلون بجسارة وقاحة، ويقعدون على أساس هم النزهاء وهم الصلحاء وهم الكذا. واقع هذا سمعتوا، هذا واحد اللعين مختلس مليارات وباسم دين وباسم ما أدري ووقف السني ووقف الكذا. بلي. فعلى أي حال شوف المفارقة في مجتمعنا عجيب، يعني مفارقة عجيبة. شوف واحد مسكين الله على 150,000 دينار هو متردد، يستحق ما يستحق، شلون يجوز ما يجوز. وبعدين يقول أنا علي زكاة فطرة أصلا. وشوف واحد مولانا يملك الكذائيات أصلا ليس في هذا الوادي وليس في هذا على حال في هالأمر أبدا. وكله أنا أعتقد جازما كله هذا يرجع إلى تربية العائلة ولقمة الحلال اللي أكلها والنشأة الصحيحة. يعني هو ينشئ نفسه ويربي نفسه ويعلم نفسه ويحصل على المعارف وعلى الوعي الصحيح، هذه تأثر كثيرا. صار كاظم يقول أنا أشتغل عمالة وراتب رعاية وعندي بنيان و4 سنوات صار لي إلى بعدني ما مكملة، فاستحق راتب الرعاية؟ نعم تستحق راتب الرعاية. القوانين الرعاية أنا راجعتها طبيعة الحال، أنت على هالوضع اللي تقول عنه تستحق راتب الرعاية ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول مع وضعي هذا علي زكاة الفطرة؟ لا، ما عليك زكاة الفطرة. إذا أنت واقعا ما تملك مؤونة سنتك ما عليك زكاة الفطرة، وإنما تستقبل زكاة الفطرة. إذا واحد أدى زكاة الفطرة تقدر تأخذ، ما في إشكال.